4 شهور عدت يا شعب، كيف أفعل؟ 4 شهور تؤذوني في حالي ومالي، 4 شهور كل جار طيب لي عزل، وصرت بالحي أنا ساكن لحالي. طيب كيف؟ شوفوا لنا من عندكم حل. والله قبل ثورتكم ذي كنت أنا سالي، فلست وصرت في الجوامع أسأل، وكل شيء في السوق معدوم وغالي، وعيالي ايش ذنبهم والمدرسة مقفل، والبضاعة فسدت داخل دكاني. والله ما ادري انا منكم وين ارحل. شوفوا لو بتقبلني حتى الصومال انا وعيالي، بعد 4 شهور شوف الرصيف مكسر. هذا وهي سلمية، والله ما عاد انا داري. احس ان شعب اليمن صار مغفل، وان الحماقة في جيلنا ذا ثاني اكاذيب تنقل للتحريض وتتأول، والكذاب بحجم كذبته ما عاد بالي. صالح بالعالم بالغنى هو الأول، وفي العالم علي صالح شارون الثاني، والشعب مسكين يصدق ما ينقل ويسلموا عقولهم لكل متآمر شراني. كيف؟ قال ارحل. ليش؟ قال ارحل. ارحل ارحل، عاد شي معاكم خبر ثاني؟ قولوا لنا هو من ظلم ولا من قتل، قولوا لنا ايش اغتصب من اراضي او مباني، قولوا لنا انه كفر عشان مثلكم نفعل. هاتوا لنا برهان خلينا نخرج عن الوالي، هاتوا فتوى صحيحة من شيخ علم تنقل، مش تطبلوا لنا بعد فتوى واحد صيدلاني. لو كان بر كان جلس بينكم هو الأول، ولا الحجر من السائلة والدم من قبيل ثاني، كان جمعكم عند بيته وهام ولا طبل، مش يجمعكم تحت بيتي وقدام دكاني لا عاد أنام ولا مشرب ولا مأكل. شفت كيف آذتني فتوتك الزنداني؟ كم يا متضررين وكم يا رؤوس تتكسر، كم من مواطن بريء من ثورتكم ذي يعاني، كم طفل يتم وكم زوجات تأربل، كم كسرت يا شوارع وخربت يا مباني، كم مدرسة أقفلت وكم مسجد تبهدل، كم من إنسان طيب والآن صار شراني. بعد ما آقى بيننا الإسلام كل شيء تحول، كم من صديق مقرب اليوم عاداني. وليش؟ وعشان ايش ذا كله يحصل؟ عشان نخلع رئيس ونبدل رئيس ثاني؟ ولو مش الرئيس من يضمن لنا ايش بيحصل؟ ومن بيضبط لنا الحوثي والانفصالي؟ ومن للشعب لو عاند والكل تقبيل؟ وكل واحد بيننا خرط مسدسه والآلي، ذا يقول لنا الأرجل وذاك يقول لنا الأرجل، والكل يستفزع يا عمومي يا اخواني. وكيف بتنشفوها بعد ما بالدم تتبلل، ودم القبيلي لو سفك تقوم حرب طوالي، وذا كله عشان بس الإصلاح الديول. بالله عليك هذا اللي يرضيك يا إخواني؟ بمو نفعتوا اليمن والشعب منكم محصل غير الطنبرة والمسرحيات والأغاني، يا مرجل الشنبات وبنت كرمان تتقول، تقودكم داشرة. وين عقلك يا يماني؟ سحروا لكم ولا عقلكم معطل؟ وايش الاستسلام اللي ما شفنا له معاني؟ ايش من دين بيأمرنا نتقتل؟ وايش من مذهب يخليني اقتل اخواني؟ ايش يخلي شايب تحت اقدامكم يتمعلل؟ ايش اللي يخليكم تقطعوا لي لساني؟ وليش الدين عندكم يتحول ويتبدل؟ وكيف الشيء حلال بمكانك وحرام بمكاني؟ وليش ما نجتمع عندكم قلتوا يمني مؤصل، ولو هو ضدكم قلبتوه اريتري وصومالي؟ احد يقدر يجاوب يا شعب سؤالي لما اسال؟ يداوي قلبي من الهم اللي اعياني؟ اخاف نختلف وتذهب ريحنا ونفشل، وما يستفيد غير اليهودي والنصراني. والواجب علينا ان احنا نتعقل ونصير مجتمع خير مثقف وعقلاني. والختم صلوا على النبي الافضل اللي امر امته بطاعه الوالي. وسلامتكم.